اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن المتابعين في الدنيا؟ عاملين ايه لما تحس ان ولادك قاعدين ومحتاجين ان هم يخرجوا بره او عايزين ياكلوا حاجه كده من بره، تعملوا لهم الجو دوت في البيت؟ تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل عصير وهنعمل كمان حاجات حلوه تانية. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. معايا حطيت الجوافه وحطيت عليها يا دوبك كوبايه ميه، ورحنا ضربنا في الخلاط، ونزلت تاني بعد ما صفيتها حطيتها في شفشق الخلاط تاني، ورحت جايبه اللبن بعد ما ضربتها في الخلاط وصفيتها. بجيب العصير تاني، بروح حاطاه في الخلاط بعد ما بصفيه، واحط عليه كوبايه اللبن وبحط عليه السكر واضربه تاني في الخلاط. تعالوا شوفوا دلوقتي بعد كده ما ايه بقى. عملت عصير الجوافه الجميل دوت الجامد بتاعنا ده. هنركن دلوقتي عصير الجوافه على جنب بعد ما طبعا نحطه في التلاجة بقى ويسقع. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. بنجيب الكبه بتاعتنا، بس العصير صراحه كان جميل جدا جدا. تعالوا بقى نجيب الكبه بتاعتنا يا جماعه. ومعايا دلوقتي عايزه اجيب معايا كوبايه ميه متلجه متلجه، يعني فيها قطع تلج. انا عايزه قطع تلج اهي، شايفين التلج اهو ماشي، يعني حطينا شوب ميه كده متلج كده. وبجيب معايا ديت كوبايه من الكريم جانتيه، نزلت بيها كده. وبعدين بجيب 3 معالق من السكر البودره حطيناه. خلاص كده يبقى حطينا كوبايه ميه متلجه، حطينا كوبايه من الكريم جانتيه، حطيت 3 معالق سكر. بضربهم جابت في الكبه كده. وانت عندك مضرب كهربائي ماشي، مضرب يدوي، لكن الصحه راحت مشوار وراجعه تاني، ربنا يجيبها بالسلامه يا رب. فدلوقتي عملناها في الكبه. انا محتاجه المنقار ده كده، شايفين؟ عايزه الكريم جانتيه يبقى بالمنقار دوت كده. حطيت صوص الفراوله، عايزه تحطي صوص شوكولاته ماشي، عايزه تحطي اي صوص عيالك يكونوا بيحبوه حطيه. دلوقتي بقت معايا بالقوام الجميل الجامد ده، شايفين؟ الله اكبر. لسه مش حطيناها في الفريزر، هي مش محتاجه كده فريزر، كده مش محتاجه ان انت تركنيها في الفريزر ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. كفيله كوبايه الميه المتلجه دي، كفيله ان هي تعمل لي احلى ايس كريم في الدنيا. شايفين؟ بصوص الشوكولاته حطينا كده كمان على الوش كده اهوت، شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ باقل حاجه بتفرحي عيالك وبتخليهم، يعني مش قادره اقول لك على الجمال وعلى الحلاوه. كان طعمها مودينا في حته تانية. بهرت عيالي بيها بجد بجد، حرفيا كانوا مبسوطين جدا جدا. بنحط طبعا على الجوافه كده برضو صوص من الشوكولاته عشان برضو نعمل جو جميل لها. ايه رايكم؟ يا رب يبقى الفيديو بتاعي البسيط دوت عجبكم.